سي محمد، هل التكتل اليوم نجم نقولوا انه ضيع فرصه اللي كان من الممكن ان يستغلها بجمع المنادين بتحقيق الدوله المدنيه اللي نجح الباجي قايد سبسي مثلا في تحقيق الجبهه بخصوصها؟ والله ما عادش عندنا احنا برشا وقت. اجتماع المستير باش نلاحظ فيه بعض ملاحظات سياسيه. اولا ريت من الوجوه الناس اللي شاركت، هذه هما عملوها في اطار انهم البورقيبيين والعوده الى البورقيبيه. ثم وجوه سياسيه بارزه اللي شاركت في الانقلاب على الرئيس بورقيبه في 7 نوفمبر وازاحت كل البورقيبيين. هذا مثل الاستاذ الهادي بكوش اللي هو كان السند الرئيسي في انقلاب 7 نوفمبر. اليوم الناس كله اللي تتكلم عليه الانقلاب، وازاح البورقيبيين من هذا مشارك. عدة أطراف أخرى ريناها اللي ما تنسجمش مع بعضها، عمرها ما انسجمت مع بعضها. أكثر من هذا بورقيبة 13 سنة في المنفى، مش في المنفى، في إقامة جبرية مش في بيته. هادي بكوش مش كان في البي اس دي هو قبل؟ كان في البي اس دي، لكن وقت اللي عمل الانقلاب بن علي الانقلاب الطبي اللي عمله، السند السياسي اللي عنده هو سي الهادي بكوش، وقعد معاه الى يوم 11 انا جانفي 2011. قريت في الصباح مقال هو والسي رشيد الصفر يدافعوا على بن علي دفاع مستميتا انه السيد هذايا هو معناها رجل الدوله اللي لازم نعاونوه، والنظام بن علي يلزمنا ندافعوا عليه، وراه ما فما حد شيء. بعد ما طاح بن علي نوليو الناس كل ولينا بورقيبيين. هذايا معناها ما فماش انسجام. لكن فما حاجه، 13 سنه بورقيبه في اقامه جبريه في سجن، والبورقيبيين كل ولا واحد هز صبعه باش يدافع عليه. احنا في جريده المستقبل في ماي 89 كتبنا مقاله وطالبنا فيها باطلاق سراح الرئيس الحب بورقيبه. والمقاله هذه تنقلتها المغرب، تنقلتها الصباح، وفي الوكالات انباء اجنبيه، وفي جرتها جاء الوفد الفرنسي اللي فيه جان دانيال ومدام مونديس فرانس وزاروا بورقيبه، وكذب مره اخرى بن علي وجاء قدامهم وقال لبورقيبه، قالوا انت حر ومن اليوم تنجم تدخل وتخرج وقت اللي تحب. وكانت كذبه اخرى لانه بن علي متعود على الكذب وعلى الوعود الكاذبه، فاحنا دفعنا عليه. لكن حتى الدستوري من اللي كانوا قبل يقولوا له بالروح بالدم. وحاجه اخرى، الشيء اللي تفرك ما عادش يرجع في جهه للدستوريين، معناها فرصه كبيره ياسر انهم 50 سنه يحكموا. كانوا في وقتها ينجموا يتحركوا، فما اضاعوا فرصه ثمينه جدا عام 71 عندما السي احمد المستيري ومعناها تزعم خط كامل في وسط الحزب لتطوير الحزب الدستوري، وباش يلعب الحزب الدستوري معناها دور ديمقراطي، دور فيه يوفروا الحريات للناس. وذايا بعد فشل سياسه التعاضد، وقال نستخلصوا العبره باش ما عادش تصير لنا نكسه كما صارت لنا في سياسه التعاضد. وكان المؤتمر ديمقراطي وانتصر لاحمد المستيري واللي خط احمد المستيري. فاضاعوا الفرصه وقتها. اليوم بعد لا ضاع السلطه مشات، هيبه الدوله مشات، نشوفوا اليوم في فوضى واليوم في كذا، هما مسؤولين عليها بالاساس. جاوا اليوم يقولوا احنا اجتماع في المستير وباش نعاودوا نلموا الرمانه اللي تفركت، نعاودوا نلموا هذا. انا نظن سياسيا صعب، والمواطن التونسي ماهوش باش يعاود، نظن ماهوش ابله باش يعاود يعطي الثقه للتجمعين اللي كانوا حاضرين في المستير، التجمعين اللي كانوا مع بن علي. ما كانش فما تجمعين، كان فما انتماءات عديده، فما دستوريه صحيح، لكن ايضا فما انتماءات وسطيه يساريه. لا، نحب نضيف جمله اخرى في الموضوع هذا. فما معارض، مش لازم نسميه. انا قريت له في جريده لابريس، هنا بن علي في توجي 10 ولا 11 سنه، هنا بن علي ب7 من نوفمبر، وقال رغم خلافي اليوم مع بن علي، مش ما قالش رغم خلافي لانه وقتها بن علي غاضب عليه، قال انا في الذكرى هذه نثمن البادره اللي عملها بن علي وانقذ تونس من بورقيبه. فكان هو في وسط الاجتماع هذا يتكلم في اجتماع
بورقيبي في اجتماع للم الشمل حول بورقيبه. استعمال صورة بورقيبه واستعمال معناها اسم بورقيبه في بعد ما ذكرتوا كل شيء اللي الراجل في المنفى معناها في إقامة جبرية وما دفعوش عليه وكذا وكذا. أنا نظن هذايا معناها ابتذال كبير ياسر، وما نظنش معناها باش ياخذ صدى أكثر من أنه ظاهرة اجتماع. واضح. من عاش انا تفسر لي من بعد، ولو اني عندي فكره سي محمد نور متاثر على الاخر تحكي كان بالسيف ما فهمتش عليه. لا ففاهم عندي فكره ما تقريب دموع ما عادش بون. لا ما عنديش دموع. لا هكا هيك حبال ما تنفذ.